دايما الانسان هو بيسعى طريق تحقيق الاهداف، غالبا فكره انه يوصل للهدف اللي هو حاطه ده بيكون موضوع صعب، بس بيبتدي لو مسك الهدف الكبير ده وقسمه لاهداف صغيره بسيطه يقدر يوصل للهدف الكبير بشكل اوسع واسرع. ليه؟ طول ما انت شايف التارجت بتاعك ده شيء كبير، طول ما انت حالتك وعقلك اللاواعي بيلعب نفسيا ان الموضوع ده يستحيل الوصول اليه. لكن لو مسكت الهدف الكبير ده ورحت مكسره وبقيت له اهداف صغيره، كل ما هتحقق مرحله كل ما هتدي نفسك بوزيتيف انرجي ان انا وصلت، كسرت حاجه، حققت حاجه، فخلاص بتتلاشاها وتخش على المرحله اللي بعديها. هتفاجئ مره واحده ان انت قدام التارجت الكبير ده وبقى صغير قوي وظهر لك تارجتس اكبر من كده بكتير. يعني اللي انت كنت شايفه هدف بعيد تلاقي نفسك في وقت قليل جدا بقى اقل هدف انت ممكن تحققه، وهتلاقي الحياه بتفتح لك اهداف اكبر. احنا عايشين عشان نسعى، عايشين عشان نوصل. اللي بيوصل بيحكم على نفسه بالموت. احنا هنفضل نسعى في الارض لحد ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا حياتنا هنا عايشه عباره عن تارجت، اهداف بنحققها. فكره انك تحط قدامك هدف واحد عايز اوصل له عمرك ما هتوصل له. لازم يكون هدفك ان انا اكون شخص ناجح، مش ان انا اوصل لرقم. والنجاح ملوش سقف، واللي عنده سقف طموح يقعد في بيته.